بكرة سيشكل منتخب المحليين بالتنسيق مع المدرب بيتكوفيتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ الفيديو. عينت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التقني مجيد بقرة ليكون مدربا لمنتخب المحليين مرة أخرى بعد مغادرته العارضة الفنية بنهاية منافسة شان الجزائر 2022. وستكون المهمة الأبرز للناخب الوطني المحلي الجديد القديم هي الدفاع عن لقب نهائيات منافسة كأس العرب الذي أحرزه أجباله شتاء عام 2021 بدولة قطر. وفضلا عن قيادة المنتخب الوطني الجزائري المحلي كلف بقرة بمهام من شأنها مساعدة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في تسيير المنتخب الأول. ومن المنتظر أن يباشر مجيد بقرة مهامه ناخبا وطنيا محليا مع أوائل شهر يناير من العام المقبل وفق ما كشفته مصادر خاصة لموقع ونوين. شاركوا رأيكم في التعليقات والسلام عليكم.